جرب احط ايدي كده. يح، سخنة فعلا، سخنة جدا. وصلنا دلوقتي عند العيون الكبريتية في راس سدر. العيون الكبريتية دي بقى الناس بتيجي لها من اخر الدنيا عشان تتعالج، ودي عين اهي زي ما انتم شايفين في قلب الصحراء، يعني حمام سباحة في قلب الصحراء. طبعا العين الكبريتية دي ماشية في مجرى لحد العين الكبريتية الرئيسية اللي درجة حرارتها 200. هنروح لها دلوقتي، بس بتطلع دخان كتير وكده ممكن ما نستحملش الريحة بتاعتها. العيون الكبريتية دي بقى الناس بتجيها هنا للاستشفاء، الروماتيزم، امراض الجلديه، الامراض العظام، كل حاجه الناس بتيجي هنا للاستشفاء. وده يعتبر حمام سباحه في قلب الصحراء، يعني احنا فعلا مشينا كتير في قلب الصحراء عشان نوصل لحد هنا. سبحان الله، الميه ماشيه 100 متر في المجاري دي لحد العين الرئيسيه اللي بتبلغ درجه حرارتها 200 درجه مئويه، ماشيه لحد العين نفسها. نمشي بقى وراها لحد ما نوصل للعين الرئيسية. في هناك كمان دخان. سبحان الله، ده زي نهر نيل كده صغير ماشي لحد العين الرئيسية اللي درجة حرارتها 200. ده الدخان طالع هناك اهو، دخان كله يعني ريحته كبريت فعلا. سبحان الله، لكن النار مولعة فعلا، ريحة كبريت قوية. دخان اهو، دخان طالع. سبحان الله، في حرارة، يعني انا حاسس ان في حرارة جاية من المية، مية سخنة فعلا. انا بقرب ايدي اهو، فعلا المية سخنة، بس ايه يعني، خلي بالنا. دي مجرى تاني اهو، نمشي ورا المجرى ده، لو زي ما يكون الرملة فيها ملح. ايه، المية فيها ملح فعلا. جرب احط ايدي كده. يح، سخنة فعلا، سخنة جدا. اخ يا لا، ده مستحيلة مستحيلة على فكرة، مستحيل حد يعني يقف فيها بس كده شوية. لا، ولسه ما وصلناش عند العين نفسها الرئيسية، يعني العين الرئيسية اكيد الحرارة اكتر بكتير. ده بس مجرى قريب من العين التانية اللي هي دافية شوية. الممر ده طوله حوالي 100 متر عشان نوصل للعين الرئيسية اللي درجة حرارتها 200 درجة مئوية. ماشيين ورا النهر عشان نوصل للعين الرئيسية. يا نهار ابيض، دي العين الرئيسية يا جماعة، دي العين الرئيسية اهي. شوف الدخان عامل ازاي هنا، 200 درجة مئوية. دي العين الرئيسية، عيون راس سدر الكبريتية. شوف الدخان اللي طالع 200 درجة مئوية. بتفضل ماشية في نهر طوله 100 متر لحد ما توصل لعين تانية. العين التانية دي بقى درجة حرارتها قليلة شوية، والناس بتستشفى فيها بقى، تنزل فيها وتستحمى فيها وتخف بقى من الأمراض اللي فيها روماتيزم والأمراض الغضروفية والفقرات والانزلاق الغضروفي وكل ده المية دي بتعالجها. سبحان الله، الدخان طالع من المية، شكلها فعلا مية بتغلي، يعني شكلها فعلا مية بتغلي. يعني انا على بعد 70 متر حطيت ايدي سخنة مولعة، ما بالك هنا بقى المنبع الرئيسي. سبحان الله. لو بتروح بقى النهر بيمشي كذا فرع كده 100 متر،
والناس هناك قاعدة اهو في المية عند العين اللي هناك ديت. وفي تفريعة تانية برضو رايحة لعين تانية، يعني في كذا عين. المنطقة اللي احنا فيها دي اسمها وادي عسل او عيون راس سدر الكبريتية. المكان ده ما يعرفوش غير سكان راس سدر او الناس اللي عايشين حواليها، وهي حوالي 9 كيلو من راس سدر. طبعا المكان ده في قلب الصحراء، عشان توصل له يعني بتمشي مدق بسيط كده في الصحراء، واللوكيشن موجود على الGPS. طبعا الناس هنا بتيجي تستحمى، مش في العين دي، في العين التانية، العين بقى الباردة شوية اخر النهر ده. طبعا مفيش هنا اي خدمات ولا سوبر ماركت ولا اي حاجة، يعني لو عايز تيجي لازم تيجي معاك مية وتجيب معاك اي اكل، يعني لو انت هتطول هنا. سبحان الله مكان طبيعي طلع منه مياه كبريتية درجة حرارتها 200 درجة مئوية جاية من بطن الأرض، والمية دي متحملة بريحة الكبريت، يعني ما تقدرش تتحمل ريحتها لو الكبريت ده يعني قعدت قدامه كتير. والمية بتمشي في حفرة هي العيون دي عملتها، يعني العيون دي هي اللي عملت الحفرة دي، وهي عملت النهر ده طوله 100 متر لحد ما تستقر في منخفض عمقه 2 متر والمساحة بتاعته 150 متر. وده بقى حمام سباحة في الصحراء. المنخفض ده حمام سباحة طبيعي في قلب الصحراء، درجة حرارته بتبقى ايه دافية شوية، من سخنة لدافية، عشان المية اصلا هنا طالعة سخنة جدا، وعقبال ما توصل بتمشي في 100 متر بتبرد في النهر. كل يوم بيطلع 20 متر مكعب من العين الرئيسية دي. وطبعا هنلاقي اشجار حوالين العين ديت اللي الناس بتستحمى فيها، فده بيبقى حاجز طبيعي يعني في الشتاء للهواء الشديد. جميل جميل قوي المية. وبعدين بدل ما تروح للسوري، اسمع، بدل ما تروح للسوري اسمه ايه ده، عامله شويه فتوش ايه. طبعا في فوائد كتير للعين ديت، وانك تاخد حمام في المية الكبريتية ده بيعالجك من امراض الروماتيزم والانزلاق الغضروفي والامراض الجلديه، وتعمل مسكن للالام ومضاده للالتهابات. كل ده بسبب دفء الميه والكبريت اللي موجود في الميه. بتعمل ايضا الميه دي على استرخاء العضلات، وبتوسع الاوعيه الدمويه، وبتزود نبضات القلب وعمليه التمثيل الغذائي اللي هو الايض. طبعا الناس اللي عندها برضو تاكل في المفاصل علاجهم هنا، والعمود الفقري، مشاكل العمود الفقري ومشاكل الانزلاق الغضروفي كل ده علاجه هنا، وعلاج الاكزيما وعلاج الالتهاب الجلدي العصبي. شوف سبحان الله، ميه مولعه، دخان طالع كتير قوي ماشي في العين دي، مولعه جدا. يعني لو جبت بيضه تسلقها هنا، تسلقها وتاكلها، عايز تسوي اكل تسويه هنا، كل حاجه. شوف الدخان اللي طالع ماشيه، الدخان اللي طالع مولع مولع، اذا ما بالك بالميه. تفضل ماشي كده 100 متر لحد ما توصل للعين نفسها اللي هي هناك، والناس بتستحمى فيها. هي ميه دافيه وبتساعد على الاستشفاء من الامراض اللي انا ذكرتها لحد الاخر كده. سبحان الله مكان جميل قوي يعني بصراحه. حاجه غريبه جدا تلاقي الميه مولعه كده. طول عمرنا متعودين ان الانهار ميتها بارده، لا دي ميه مولعه. دي بقى عين تانية برضو، يعني في كذا عين هنا، ومكان تاني للاستشفاء، وحواليه زرع بقى كتير، ومكان يعني زي ما يكون حمام سباحة وحواليه زرع، ومكان جميل قوي يعني. حوالين الشجر ده في العين نفسها. حلوة خف يعني هبقى تمام. اغسل وشي بقى عشان اخف شويه. هو وشي سليم بس هيبقى احسن يعني. غسلت وشي بقى عشان يعني ايه حاجة حلوة يعني، طالما الناس بتيجي هنا للاستشفاء اغسل وشي بقى. حوالين العين بقى دي شجر كتير، ده بيحمي الناس من الهواء الشديد في الشتاء، بحيث برضو لو هتنزل المية وكده الهواء ما يخبطش فيك يعني جامد وتبرد، لان المية دافية برضو شوية. العين بقى اللي انا صورت عندها دي في وراها عين تانية، وفي عين قدام، وفي عين في الجنب، في كذا عين يعني مكان كبير. لو في عين زحمة تروح تقعد في عين تانية. لقيت ناس كتير بتتعالج، سبحان الله ما شاء الله، يعني ناس كتير هناك قاعدة وبتتعالج وخلاص بقى متعودين انهم يجوا هنا على طول.
تانية اهي، ودي عين تانية اهي. ده بقى اخر النهر السخن، ويخش هنا في العين الباردة. دي بقى العين الكبريتية نفسها اللي الناس بتيجي عندها للاستشفاء. طبعا المية قبل ما توصل هنا بتكون بردت كتير، يعني بدل 200 درجة بتبقى مثلا 40 ولا 30 ولا حاجة زي كده. ممكن بقى المسها بايدي بقى كده واشوف. دافية فعلا، دافية زي حمام دش طبيعي سخن، يعني حمام دافي، مية دافية فعلا. وبكده يكون خلص فيديو النهاردة عن العيون الكبريتية في راس سدر. استنوا الفيديو الجاي عن مدينة راس سدر نفسها، صورت لكم فيها اماكن حلوة كتير. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان اروح لكم اماكن جديدة واصورها لكم.